انت متخيل لو كان يومك 36 ساعة بدل 24 ساعة؟ يعني تقدر تنجز ضعف اللي انت كنت بتعمله، وكمان وقتك اللي كان بيضيع وتحس ان يومك بيجري وما بتنجزش اي حاجة. بالطريقة ديت هتحس انك عايش يومين في يوم واحد. تابع معايا، السر كله في صلاة الفجر. الفجر مش بس عبادة عظيمة، انما ده مفتاح لتغيير يومك بالكامل. اول ما انت بتصحى من النوم تروح تصلي، بكده تكون كسرت دايرة الكسل، وإنك تقدر تتغلب على نومك. بدل ما كنت بتصحى لحد الساعة 3 الفجر وتنام تصحى الساعة 5 العصر، وعلى ما تفوق بقت الساعة 7 وتحس إن يومك طار. بالطريقة دي هتقدر تنجز. أولا لازم تحدد أولوياتك قبل ما تنام، عشان أول ما تصحى تكون عارف أنت هتعمل إيه، بدل ما تصحى تضيع ساعتين في التفكير إنك هتعرف هتعمل إيه. تكون كاتب أهدافك في ورقة، أنا هعمل كذا كذا كذا، عشان ما تضيعش وقتك في التفكير. كمان تتخلص من التشتت، لأن طول ما أنت شغال وجنبك رسالة على الواتس تقعد ترد عليها فيضيع منك ساعتين كمان. فلا، الشغل يبقى شغل. وكمان لما أنت بتشتغل بعد الفجر، وليكن الساعة 5 الفجر ولحد مثلا الساعة 12، هتحس ببركة في وقتك. يلا جرب التحدي ده من بكرة، واصحى الفجر وابدأ يومك وشوف التغيير، ورد عليا في الكومنتات الطريقة نفعت معاك ولا لأ.